ما سألتش نفسك هتعمل ايه كمان 3 أو 4 أو 10 سنين وانت بتتفاجئ ان الاحلام اللي انت عايزها في ايد حد تاني، والبنت اللي انت نفسك تتجوزها مع حد تاني، والفلوس اللي انت بتحلم انها تبقى معاك مش معاك. ما سألتش نفسك حجم الوجع والألم بعد ما يمر عليك سنوات طويلة وتلاقي نفسك بني آدم عادي. حجم الوجع والألم وانت واقف قدام اهلك ما انتش قادر تعمل لهم حاجة. حجم الوجع والألم وانت شكلك حلو من بره بس من جوه متكسر. لا، انت لازم يبقى عندك ايمان انك تنجح في المعركة اللي موجودة في حياتك ده، وتبقى عارف ان نجاحك ده اللي هيثبت للعالم كله انت مين. اوعى تفكر ان انت لما تخش في صراع مع واحد صاحبك ولا واحد بيكرهك انك تتغلب عليه او تأذيه انت كده نجحت. اوعى تفكر ان انت ما تتكلم عن بني ادم كلام وحش انت كده نجحت. اوعى تفكر ان انت ما تاخد حقك من بني ادم بانك تتخانق معاه او تضربه انت كده نجحت. نجاحك ده اما هو يشوفك انجح واحد في الدنيا. نجاحك ده اما يراهنوا كلهم على فشلك وانت تفشلهم الرهان. نجاحك ده اما تخلي كل الناس اللي كانت في يوم من الايام ما بتتمناش حتى انها تقف جنبك بتجري وراك. اوعى تفكر ان انت ما تبقى بني ادم عادي حد هيسمع مشكلتك.